فرصه لفائده فريق الوداد البيضاوي، كره ممتازه، فرصه لفائده الوداد، هذه فرصه، هدف وفوز الوداد بكأس العرش. هدف يمكن نقول بأنه هدف جميل بالنظر إلى الطريقة باش مشات الكرة من وسط الميدان، ولكن صراحة هذا هو الشيء اللي قلت قبل قليل بأنه حتى شي فريق ما تيرغب أنه ينهزم بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، لأنه صراحة نتصوروا الفرحة ديال الوداد، ولكن في نفس الوقت شعور اللاعبين والمسيرين والاطر ديال المغرب الفاسي. اكيد هذا اللاعب اللي سجل هو مراد راجي، فبالاضافه الى القيمه ديال الهدف اللي منح الكاس للوداد، فقلت بانه الكل كان يعني على الاعصاب ديالو صراحه. اذا فرحه مستحقه للوداد اللي تيتمكن من تسجيل هدف والفوز بكاس العرش. فصراحه هذه هي الانديه الكبيره، وقلت طيله اشواط المقابله بانه المدرب اوسكار فيلوني عارف القيمه والقدره والامكانيات ديال اللاعبين ديال فريق المغرب الفاسي، واعتمد اسلوب هادئ. الفريق ما كانش كيندافع بشكل كبير لانه كان تيعرف بانه امامه خصم من العيار الثقيل. لهذه الاسباب فالفريق حافظ على الهدوء ديالو، واعتمد انه اذا كانت هناك فرصه يتم استغلالها، لانه ما كانش الفريق صراحه ما كانش ممكن انه يقوم بحملات ويمارس ضغط على لاعبي المغرب الفاسي اللي قدموا عرض جيد وقاموا بلقاء في المستوى. فصراحه فبالاضافه للروح الرياضيه ديال لاعبي المغرب الفاسي، تلاحظوا الكره نتاكدوا من مسجل الهدف، فتنظن العنصري او راجي. اكيد غادي نشاهدوا الاعاده. اذا هانئا للوداد.